كلنا طبعا شفنا التحول المفاجئ اللي حصل لشكل وجسم ذا روك، وسمعنا الاخبار اللي بتقول ان الروك هيبعد عن المصارعه تماما وهيركز على التمثيل. طب هل ده معناه ان الروك اعتزل خلاص؟ وليه الروك بقى شكله عامل كده بعد ما كان من اضخم المصارعين والممثلين في العالم؟ كل الكلام ده واكتر من كده هتلاقيه في الفيديو ده. في اصوات بتحكي قصص، ولكن انا الصوت اللي بيحول الحكايه لمعركه وبيخلي كل لحظه بتسمعها ممتعه. انا راسل سبوت، وده مش فيديو عادي، ودي مش مجرد قناه، دي الحلبه نفسها. فعاوزك تضرب الجرس وخلي الحكايه تبدا. اخر الاخبار اللي ظهرت كانت ان الروك ظهر بشكل نحيف جدا خلال العرض الخاص للفيلم الجديد بتاعه ذا سماشينج ماشين. الفيلم الجديد اللي الروك عمله واللي الكل بيشيد بادائه في الفيلم ده وقد ايه هو ابدع في الدور، لدرجه ان في توقعات لترشيحه لجائزه الاوسكار عن دوره في الفيلم ده. كل ده والفيلم لسه ما نزلش السينما، لسه هينزل يوم 3 اكتوبر. ما نعرفش هل ده حقيقي فعلا ولا الضجه دي كلها معموله عشان الفيلم يثير الجدل قبل ما يتعرض. المهم في العرض الخاص للفيلم ذا روك ظهر بجسم رفيع جدا، مفيش عضلات، مفيش ضخامه، مفيش الروك اللي نعرفه، مع العلم انه كان لسه من فتره قريبه ظهر بجسم ضخم عادي جدا. طب ايه اللي حصل؟ مبدئيا كده الفيلم عن قصه المقاتل مارك كير وقصه حياته ما بين الصعود والهبوط وصراع بين الانجاز التاريخي والانهيار، وبيناقش معاناته مع ادمان ومسكنات الالام، والروك قايم بدور المقاتل ده. وبعد العرض الخاص للفيلم نزل فيديو للروك وفريق عمل الفيلم وهم بيسقفوا، ويقال ان التسقيف ده فضل مستمر بتاع 15 دقيقه. وشفنا روك وهو بيعيط بسبب فرحته بنجاح الفيلم اللي لسه محدش شافه غيره وهو فريق العمل. بقى لقانا من البروباجندا اللي الروك بيعملها دي، بيعلي لك الحماس للسما وبعد كده بينزلك على وشك. خصوصا اني لما بحثت عن الموضوع بتاع الفيلم ده لقيت ان المقاتل مارك كير نفسه او الشخص الاصلي اللي الفيلم بيتكلم عنه وهو عايش بالمناسبه عبر عن قلقه من حته ان حد يعمل قصه حياته وهو لسه عايش. ومن كلامه وضح انه ما كانش حابب ان حد يعمل قصه حياته، خصوصا الموضوع عاوز حد متمكن ويعرف يتقمص الدور، مش مجرد ممثل يعمل اداء تمثيلي وبس. فالروك هنا بيعبر عن تاثره وفرحته بنجاح الفيلم. انت بتامن نفسك يعني من دلوقتي، ماشي. على اي حال وبعيدا عن الهزار والسخريه، محدش يقدر ينكر ان الروك عامل نجاح كبير جدا في شباك التذاكر الخاص بالسينمات في امريكا وبره امريكا، او زي ما بيقولوا عليه كده البوكس اوفيس. من بين الافلام اللي شارك فيها الروك 29 فيلم عمل من خلالهم 6 مليار دولار في شباك التذاكر على مستوى العالم، وده بيخليه في المستوى ال 14 من بين الممثلين اللي حققوا اعلى مبيعات، ولكن عمره ما ترشح لجائزه الاوسكار. فالفيلم الجديد اللي عامله ده النقاد بيقولوا عنه انه هيخلي الروك يترشح لجائزه الاوسكار لاول مره في حياته، وجايز فعلا ياخد الجائزه دي. ومن تقييمات الفيلم واضح انهم ما بيكذبوش. طب تمام، ده بالنسبه للفيلم اللي الروك عمل ضجه بسببه، واللي يمكن يكون كان غايب بسبب خسارته لوزنه الفتره اللي فاتت، يعني عشان مثلا بيكمل تصوير مشاهد اضافيه. ولكن هل ده السبب الحقيقي ورا خساره الروك لوزنه؟ الراجل بقى في جسمه كودي رودز يا جدعان، ايه اللي حصل ده؟ يعني اللي حصل في شكله ده خلينا نقول ان الراجل ده مش خسران وزن بالطريقه دي عشان خاطر فيلم، ده احتمال كبير يكون وراه سبب مرضي مثلا او بيعاني من حاجه، خصوصا ان الكلام اللي حصل ده كان خلال وقت قصير جدا، يعني كان لسه ظاهر في إليمينيشن تشامبر عادي وجسمه كان ضخم. فهل ممكن مجرد فيلم يخلي الروك يخسر وزنه عشانه بالشكل ده ويضيع الفورمه؟ احب اقول لك في الاول كده ان من الكلام اللي اتقال عن الفيلم ما يخليهوش مجرد فيلم، واراء النقاد عن الفيلم ما تخليهوش مجرد فيلم. انت عارف يعني ايه جايزه اوسكار؟ ده حلم كل ممثل في العالم، مش مجرد جايزه عاديه زي اي تكريم تاني، لا دي اكبر واهم جايزه في عالم السينما وبتفرق جدا في حياه اي ممثل. خليني اقول لك ليه الممثلين بيجروا وراها. اللي بيكسب جائزه الاوسكار بيتكتب اسمه في التاريخ، يعني مهما حصل بعد كده هيفضل دايما الحاصل على جائزه الاوسكار، وده بيخلي صورته وسط الجمهور والنقاد تكون ارقى واقوى. والممثل اللي معاه اوسكار بيبقى سعره اعلى، سواء في اجوره في الافلام او في فرصه انه يشارك في مشاريع ضخمه، وكمان المنتجين والمخرجين بيثقوا فيه اكتر. غير كده جائزه الاوسكار دي ممكن تفتح للممثل ابواب ما كانش يحلم بيها، يعني يشتغل مع مخرجين كبار، يشارك في افلام عالميه، او حتى يتجه للاخراج والانتاج. فالروك مش بس ممكن يكون خسر وزنه عشان خاطر دوره في الفيلم اللي احتمال كبير يخليه يحصل على جائزه الاوسكار، ده يبيع المصارعه كلها عشان يحصل على الجائزه دي. وعلى فكره ده اللي برضه الروك قاله بشكل غير مباشر خلال اخر فتره بعد لما تم العرض الفيلم ده، وبعد اراء النقاد اللي اتقالت عنه. قال ان هو هيركز اكتر على التمثيل الفتره دي وهيبعد عن المصارعه في الوقت الحالي. وده اللي مخلينا نسال سؤال، هل الروك فعلا بيعلن اعتزاله من عالم المصارعه؟ الاجابه القصيره هي لا. اما الاجابه الطويله بقى واللي فيها شرح تفصيلي للي الروك عاوز يعمله هقولها لك دلوقتي. الروك معروف عنه انه شخص ناجح جدا بره وجوه عالم المصارعه، وافلامه بتجيب ايرادات عاليه، فالاوسكار هترفع مكانته وسط الممثلين الكبار اللي واخدين جوائز في التمثيل زي الباتشينو ودينزل واشنطن
وغيرهم كتير. فمش بس هيكون النجم الأعلى أجرا في هوليوود، لكن كمان هيكون النجم الحاصل على أوسكار. وذا روك ليه تاريخ كبير جدا في المصارعة والسينما، ده شيء مفروغ منه. بس الأوسكار هتخليه أسطورة مكتملة الأركان، واسمه يفضل محفور في تاريخ السينما. فلو بصينا على وضع ذا روك دلوقتي، خصوصا بعد لما بقى عضو في مجلس إدارة TKO الشركة المالكة للWWE والUFC، هتلاقي إن الأوسكار ليها قيمة تانية أكبر بكتير من مجرد لقب. فدلوقتي الروك مش مجرد نجم سينما ومصارع سابق ورجل أعمال، لكن كمان إداري في شركة رياضية عملاقة، وحصوله على الأوسكار هيكمل صورته كأيقونة عالمية متعددة المواهب، وعنده نجاحات كبيرة وضخمة في كل المجالات. جائزة الأوسكار بتدي مصداقية واحترام وسط صناعة السينما، فلو حصل على الجائزة دي بجانب منصبه في TKO، فده هيخليه أقوى شخصية تربط بين عالم السينما والرياضة الترفيهية، وبالتالي يقدر يفتح شراكات ومشاريع تجمع بين الاثنين. الروك طول عمره بيتقال عنه إنه نجم جماهيري، مش مجرد ممثل أو مصارع أو فنان عظيم. فالأوسكار هيجمع بين كل الكلام ده، هيخلي صورته أنضج وأنسب حتى لمنصبه في TKO بصفته رمز عالمي، مش بس مجرد شخصية ترفيهية. ولو تفتكر أنا لسه قايل من شوية إن الروك قال إن هو هيبعد عن المصارعة الفترة دي، ما قالش إن هو هيعتزل. لكن الهدف من كل ده إن الروك يكون محقق أكبر نجاحات في كل مجال داخل فيه. في المصارعة كده كده هو ضامن مكانه، عضو في مجلس إدارة TKO الشركة المالكة لاتحاد WWE، اللي هو عاوز إيه تاني أكتر من كده؟ مكانه موجود وهيفضل موجود، ويقدر يرجع في أي وقت عادي. لكن الأوسكار ما ينفعش يقول مش هقدر أو مش هعرف أعمل أفلام دلوقتي بسبب المصارعة. أكيد أنت لاحظت إن مصارعين كتير سابوا المصارعة واتجهوا للتمثيل واهتموا بيه، وده لأن التمثيل بيكسب أكتر وبيجيب لهم شهرة أكبر. فالروك كده كده ضمن مكانه في المصارعة، مش بس كمصارع بل كمالك للشركة كلها. إنما التمثيل لسه شوية. ومن خلال فوزه بالأوسكار الروك هينتقل نقلة خرافية وهيعدي الكل. الراجل ده من بدايته لحد النهارده دايما عنده عقلية البيج بيكتشر أو الصورة الكبيرة والتركيز على الأهداف الكبيرة، وده بيرجع لشوية أسباب. منهم إن ذا روك مر بظروف صعبة جدا وهو صغير، ما كانش معاه فلوس، ما كانش حد بيقبله. كل التجارب دي خليته يحط في دماغه إن مش هيعيش عادي كده، وإنه لازم يسعى للأكبر دايما. الروك شخص بيكره جدا يفضل في نفس المكان. يعني لما كان شخص عادي اتجه للمصارعة، ولما بقى نجم كبير في المصارعة سابها وراح لهوليوود، ولما بقى نجم أكشن وممثل كبير بدأ يدور على الأعمال الكوميدية والعائلية، ولما بقى ممثل عالمي قرر إنه يكون رجل أعمال، ولما بقى رجل أعمال ناجح دخل في مجلس إدارة TKO. فهتلاقيه دايما بيزق نفسه للمستوى الأكبر. فذا روك بيركز على الأهداف الكبيرة لأنه عايش بعقلية التحدي المستمر، وعايز يعمل إنجازات عالمية تخلي اسمه مش مجرد نجم مؤقت لكن رمز الكل يفتكره بعد كده. وفعلا هو نجح جدا في الموضوع ده بدليل كل اللي وصل ليه دلوقتي. فموضوع خسارة وزنه مش شيء مرضي ولا حاجة زي العيا اللي بنسمعه الفترة دي، كل الكلام ده هري. إنما كل الحكاية إن الراجل ده دماغه توزن بلاد، وأهدافه كبيرة قوي أكبر مما نتخيل. واللي بيعمله على فكرة ممكن يتشاف إن هو أنانية. دخل في المصارعة بوظها وفتح سيناريوهات كتير وما كملتش، وساب كل ده بهدف حاجات تانية شخصية. بس معلش هقول لك حاجة، في فرص ما بتجيش غير مرة واحدة في العمر، وفرصة زي الأوسكار مش هتستناه، دي ممكن ما تجيلوش تاني أصلا طول عمره. ساعتها هتبقى المصارعة نفعته بإيه قصاد كل النجاحات اللي قلت لك إنه ممكن يحققها من خلال فوزه بالأوسكار؟ فكر في الموضوع كده وهتلاقي إن الكلام اللي قلته لك عن سبب غيابه وعن سبب خسارة وزنه كله منطقي. وقول لي رأيك في الكومنتات، ويا ريت ما تنساش اللايك، وتأكد إنك مشترك في القناة ومفعل الجرس على كلمة أولى والكل عشان يجيلك إشعارات القناة أول بأول لما أنزل أي حاجة في أي وقت. وده نهاية الكلام لأن راسل سبوت قال كده.